السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله، والاحوال ديالكم طيبه. كنتمنى تكونوا دوزتوا رمضان بخير وعلى خير ان شاء الله. اليوم غادي نحضر معكم حلوة سهله وبسيطه وبمقادير موجوده في اي بيت. كنتمنى تعجبكم وتجربوها وتخليوا لي تعاليقكم. خليكم مع المكونات وطريقه التحضير. في إناء غادي نوضعو 200 غرام ديال الكاوكاو مطحون او الفول السوداني. غادي نزيد عليهم 200 غرام ديال البسكوي مطحون. غادي نضيف عليهم معلقه كبيره ديال الكاكاو مور. صافي غنبدا نخلط المكونات ديالي حتى ينسجموا. صافي هنا خديت كاس ديال العسل، غادي نبدا نجمع به الخليط ديالي. تقدروا تعوضوها بالشوكولاط اسود. صافي هنا غادي نبداو نخلطوا المكونات وغادي نضيفوا العسل بشويه بشويه حتى يتجمع معنا. صافي هنا استعملت يدي باش نعرف القوام. وكيف ما قلت لكم بقاو تضيفوا العسل بشويه بشويه. صافي هنا من بعد ما تجمع ليا الخليط وحصلت على القوام اللي بغيت، غادي نبدا نشكلو على شكل كويرات صغيره كيف ما كتشوفوا بهذا الشكل هذا. غادي نكمل كاع الحلوى ديالي بهذا الشكل هذا. صافي هنا من بعد ما كورت مكورات صغار غادي نفندهم في الزنجلان. خاصكم تفندوهم مزيان في الزنجلان باش ما يلصقولكمش في الطابع او المرشم. صافي من بعد ما فندتهم مزيان في الزنجلان غادي نستعمل انا هذا المرشم هذا. تقدروا تستعملوا اي مرشم عندكم في الدار. كتخرج لينا الحلوى ديالنا على هذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا. صافي غنكمل كاع الكرات اللي عندي بهذه الطريقه هذه.
وصافي هذه هي الحلوى ديالنا من بعد ما كملنا التشكيل ديالها. الصراحه كتعطي كميه وفيره. هنا غندوزو لمرحله التزيين. انا زينتها بالشوكولاته ابيض والكحل، تقدروا تزينوها باي حاجه بغيتو. كيف ما كتشوفوا غنكمل كاع الحبات اللي عندي بهذه الطريقه هذه. وهنا غنزين النصف الثاني بالشوكولاته كحل. وصافي هذا هو الشكل النهائي الحلوى ديالنا من بعد ما برد لي الشوكولات. كنتمنى تعجبكم وتجربوها. الصراحه كتجي لذيذه ومعلكه وكتذوب في الفم. كنتمنى تجربوها وتعجبكم. ومن هنا كنقول لكم نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله في وصفه جديده. بسلام عليكم.